يا صباح الخير او مساء الخير حسب ما انتوا بتشوفوا الفيديو. المهم يعني ان يومكم يكون مليان بالسعاده والتفاؤل وراحه البال، يا رب جميعا تكونوا بخير. ايه رايكم نعمل مع بعض النهارده كيكه يعني اقدر اقول عليها مختلفه شويه، لانها مش من الكيكات المتعارف عليها او التقليديه بالنسبه لنا، ما بنعملهاش كتير، مش معروفه قوي. والاحلى بقى ان هي يعني نوعا ما اقدر اقول عليها صحيه، بس اقدر اقول عليها انها اقتصاديه، لانها من غير سكر ولا بيض ولا لبن ولا سمنه ولا زبده ولا الحاجات دي خالص. بس انا بصراحه كده بعتبرها من الكيكات المميزه، لان طعمها مميز، مش تقليدي، مش متعودين عليه. وعلى فكره مش معنى ان هي نوعا ما صحيه شويه تكون للدايت او لمرضى السكر او حتى اللي ماشيين على نظام غذائي، لا خالص، هي هتكون حلوه ومميزه ومختلفه لاي حد. وعلى فكره اللون اللي انتوا شايفينه ده مش كاكاو خالص، ولا شوكولاته ولا قهوه ولا نسكافيه ولا اي حاجه من دي. يعني تخيلوا ان الارتفاع والقوام اللي انتوا شايفينه ده وهي من غير الحاجات الكتير اللي انا قلتلكوا عليها دي. تعالوا بقى نشوف الكيكه القمر المختلفه المميزه دي عملناها ازاي. بس قبل ما نبدا الفيديو حابه افكركم يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك، وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده في الطبق ده هنحضر المكونات السائله اللي هي كوبايه الا ربع من الميه، ربع كوبايه من الزيت، كوبايه الا ربع من العسل الاسود. ايوه هنعمل الكيكه دي بالعسل الاسود، علشان كده قلت لكم ان الكيكه دي مختلفه مش تقليديه. ممكن تكونوا انتوا ما عملتوهاش قبل كده، بس بجد هي تستحق التجربه، لان في الاخر بيطلع طعمها حلو جدا. وكمان حطيت عليها معلقه صغيره كده من الفانيليا ومعلقه صغيره من الخل. هقلب بقى المكونات دي مع بعض لغايه لما العسل يدوب كويس جدا. احلى حاجه كمان في الكيكه دي ان طريقه التحضير بتاعتها ولا ابسط يعني، ولا خلاط ولا مضرب ولا اي حاجه من دي. وفي طبق تاني هحضر المكونات الجافه اللي هي عباره عن كوبايتين من الدقيق. انا استخدمت دقيق متعدد الاستخدامات، ويا ريت ننخل الدقيق كويس جدا علشان ندخل فيه هواء. وحطيت على الدقيق معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر ومعلقه صغيره ممسوحه من البيكنج صودا. اهم حاجه ان المعالق تكون ممسوحه زي ما قلت لكم، علشان احنا استخدمنا نوعين من المواد الرافعه، فما يكونش الموضوع اوفر قوي. وكمان رشه من الملح. اما بقى الاضافتين الاختياري فحطيت ربع معلقه صغيره من القرفه وربع معلقه صغيره من الحبهان المطحون. انا مش قادره اقول لكم الاضافتين دول بجد بيفرقوا في طعم الكيكه دي قد ايه، علشان الميكس اللي بيحصل ما بينهم وما بين العسل الاسود بيخليها بجد ولا احلى. المهم هنزل بقى على الدقيق بالمكونات السائله اللي كنا محضرينها، وهقلب الخليط مع بعض كويس جدا لغايه لما يكون بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجه ان انت توصلي للقوام اللي انت شايفاه ده، يعني ولا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي، علشان انواع الدقيق بتختلف. ممكن الدقيق بتاعك يحتاج مثلا معلقه كمان من الميه، معلقه كمان من الدقيق. المهم انك توصلي للقوام اللي انت شايفاه ده. وبعد ما قلبنا كويس طبعا كالمعتاد لازم نجيب الاسباتيولا ونجيب الخليط من تحت لفوق علشان نتاكد ان مفيش اي دقيق ما اختلطش كويس. وبس وكده خلصت تحضير الكيكه. اظن مفيش ولا اسهل ولا اسرع ولا احلى من كده. بجد مش قادره اقول لكم على ريحتها وهي في المرحله دي قبل ما تدخل الفرن ولا اي حاجه، كانت ريحتها حلوه جدا. اهم حاجه بقى علشان المكونات اللي احنا مستخدمينها مش كتير، فما تحاوليش ان انت تكبري مقاس الصينيه علشان الارتفاع يطلع معاكي حلو. ممكن بقى تستخدمي صينيه صغيره كده زي اللي انا مستخدماها وتدهنيها بالزبده والدقيق. وممكن تستخدمي قوالب الانجليش كيك برضو بتكون حلوه جدا. ممكن تعمليها في صواني الكب كيك برضو هتكون احلى. وانا كمان حطيت على الوش شويه مكسرات كده علشان تدي دقه اكتر. والكيكه القمر دي هتدخل على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. انا اخدت معايا 45 دقيقه. بعد ما تخرج من الفرن هتسيبيها في الصينيه بس لغايه لما تهدى كده لمده 10 دقايق. بعد 10 دقايق هتطلعيها من الصينيه وتسيبيها بقى تبرد وتاكلي منها، وهتكوني عملتي احلى واسرع كيكه بجد مميزه ومختلفه. وعلى فكره كمان الولاد هيحبوها جدا، لانه بالنسبه لهم هتكون مختلفه، يعني ما اكلوش الطعم ده قبل كده. ورغم ان الكيكه دي معموله من غير سكر ولا بيض ولا لبن، الا انها كانت هشه واسفنجيه جدا. اما بقى الامارات اللي عاملين دايت او اللي ماشيين على نظام غذائي او حتى مرضى السكر، ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب، فممكن يعملوا الكيكه دي بطريقه صحيه اكتر. كل اللي هتعمليه انك هتستبدلي الدقيق الابيض بدقيق الشوفان المطحون او دقيق القمح الكامل او دقيق اللوز. وكمان تستبدلي ربع كوبايه الزيت النباتي بربع كوبايه من زيت جوز الهند. وبس كده، ومش هتحتاجي تغيري حاجه تاني لان هي اوريدي ما فيهاش سكر. بجد والله وخليني اكون صريحه معاكم، الكيكه دي طلعت عكس توقعاتي. ما كنتش متوقعه ان قوامها هيطلع هش قوي كده، اما ريحتها وطعمها فبجد مميزين جدا. عملت معاكم قبل كده كيكات اقتصاديه كتير. عملت معاكم كيكات بالشوكولاته من غير بيض ولا لبن ولا حتى شوكولاته، وطلعت برضو حلوه جدا والحمد لله عجبت ناس كتير وكان قوامها ممتاز. بس ان انا اعمل كيكه من غير سكر فده كان الغريب بالنسبه لي، بس طلعت فعلا تجربه حلوه جدا عجبتني بصراحه. جنب كوبايه شاي بلبن او حتى جنب كوبايه القهوه طعمها كان حلو جدا. قوامها زي ما انتم شايفين كده هشه جدا وفلافي مش مفروله ابدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله هتعجبكم. وكده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. نتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد.
استودعكم في امان الله وحفظه. ولو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بحاجه بسيطه ما تنسوش تعملوا الخير النهارده وتدعموني بالاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس، وكمان ما تنسوش اللايك والشير، وربنا يحسن ما بين ايديكم. بحبكم في الله.